السهرة الجميلة ال 24 ساعة جوه العربية المسروقة بتاعت عمر الجميلة. هنقضي 24 ساعة جوه العربية. اقول لهم المفاجأة ولا ما اقولش؟ فكرة الفيديو بتاع النهارده ان احنا هنقضي 24 ساعة في السيارة. طبعا انا معايا العربيه بتاعتي تويوتا كورولا اللي انتوا هتشوفوها قدامكم دلوقتي دي. بعد ما قررت ان احنا نقضي ال 24 ساعه في العربيه بتاعتي لقيت ان هي ضيقه جدا، فقررت ان احنا هنسرق عربيه بتاعت عمر شاور نقضي بيها ال 24 ساعه. طبعا انتوا هتشوفوا عربيه عمر شاور عامله ازاي، واسعه بسم الله ما شاء الله، والتكييف بتاعها شغال، انما التكييف بتاعنا عطلان وعايز فلوس كتير عشان يتصلح، فانا معيش فلوس دلوقتي ان انا اصلحه، فعشان كده قررنا ان احنا هنروح هنسرق العربيه. هيبقى مقلب وفي نفس الوقت فكره فيديو جديده ان احنا هنقضي 24 ساعه في العربيه. قبل ما تتفرج وقبل ما تعمل اي حاجه يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديو اول ما ينزل على القناه. طبعا بطل الفيديو معانا النهارده عزوزه. ايه ورده؟ تعالى والله عايز تاخد ورده؟ ايه ده؟ طبعا يا جماعه ده البطل بتاع الفيديو النهارده. انا اصلا عامل الفيديو ده كله عشان خاطره. هو طبعا بيزهق من كتر القعده في البيت وكده، من الحضانه للبيت ومن البيت للحضانه، وما بيعملش اي حاجه ثانيه غير كده. وطبعا معظم الوقت قاعد على التابلت. مش انت عايز تابلت؟ ها؟ عايز تابلت؟ لما بيخرج في اي حته يا جدعان زي ما انتم شايفين كده بيجن يا عيني، بقى عايز يجري ويلعب ويخرج وكده. حتى بصوا لما بيخرج في اي مكان، اي مكان، بصوا هو لما بينزل على الارض يا يموني. خد يا ولد. دلوقتي احنا في طريقنا ان شاء الله عند البيت عند عمر، هنطلع نغفله وناخد مفتاح العربيه. طب انت بتعرف تسرق عربيات ولا هتكسفنا؟ عيب عليكي بقى، عيب عليكي، ما احنا هناخد المفتاح. ودي بعرف اسرق عربيات، بعرف اسرق مفاتيح عربيات قصدك. وانت اللي مفهمني هسرق العربيه وانا هسرق وهفتحها العربيه بمفتاح. انا هحاول افتحها، بس طبعا عربيات البي ام مضاده للسرقه، ما ينفعش حد يسرقها اصلا. تسرقها ازاي؟ الامان فيها عالي جدا، فاحنا هنسرق المفتاح اسهل لنا. هي دي العربيه بتاعت عمر يا جدعان، بي ام دبليو 740 دي اللي احنا هنسرقها ان شاء الله. طبعا ضد السرقه، يعني حتى لو حاولت اسرقها كده مش هعرف اسرقها، لازم المفتاح. بصوا حتى في ناس كاتبين له عليها حاجات، اسم التيك توك الديابه محمد كريم. عربيه بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه. هنطلع دلوقتي بقى نحاول نجيب المفتاح. وطي صوتنا وبتاع. بص صوت البوابه عامل ازاي. منه زين ممكن يعيط. صاحي يا نهار اسود، صاحي يلا اساسا. بص احنا لو حد صحي وقفشنا هنقول ايه السلام عليكم يا جماعه، احنا كده نفطر سوا. نفطر سوا. طبعا يا جماعه الحمد لله ربنا وفقنا وسرقنا مفتاح العربيه بتاع عمر، وخدنا 500 جنيه حق البنزين كمان عشان هنلف بيه طول 24 ساعه ب 500 جنيه بتوع عمر. طبعا زونا صحي اهو بالسلامه. زونا ما كانش بيطلع معانا كتير عشان كان تعبان الفتره اللي فاتت، بس الحمد لله ربنا شفاه الحمد لله وعافاه. الحمد لله دلوقتي بقى بيتعب كل شهر مره، لكن قبل كده كان بيتعب كل كام الشهر. يوم شهر. واول حاجه بصراحه العربيه، اول حاجه شفتها على العربيه محتاجه غسله، لازم فاحنا نعمل الجميل رغيف عمر غسلوا العربيه عشان احنا محترمين. بالظبط، عشان احنا محترمين وكويسين، وزي ما خدنا العربيه احنا عندنا ذوق برضو، احنا مش قلات مش ذوق، احنا مؤدبين ومحترمين ومعسلين ومسكرين. احساس حلو قوي مع بقى الكب كده، بس مفيش حاجه بتيجي عليك. بصوا احمد اهو.
زوزو بيضحك عليه. زوزو نعم. انت فين؟ أنا ناكا. انت هناك ازاي؟ دكا دكا. طبعا العربيه بعد ما اتغسلت بقت عروسه. سيبكم دلوقتي تتفرجوا عليها من بره وبعد كده هوريها لكم من جوه. بصوا يا جدعان هوريكم سحر دلوقتي. السحر ده انا اللي اكتشفته. مش موجوده في اي عربيه. بص فتحت الباب اهو. بصوا مش هقفله مش هقفله. بصوا هعمله كده بس. شوف بص اهو بصوا ما قفلتوش. بصوا انا بعمله ازاي. طيب يا جماعه زي ما انتم شفتوا العربيه من بره هنوريها لكم دلوقتي من جوه. نعم والله ما فاهم اي حاجه بس حاضر. هنوريها لكم جوه زي ما وريناها لكم من بره. هي بقى من بره عروسه بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها. من جوه عروستين طبعا بس هي مش عربيتي. فبطلب من كل اخواتي يكتبوا في الكومنتات ربنا يبارك لك فيها عمر شاور بسم الله ما شاء الله. بس ده كل اللي طالبه منكم عشان برده كان حسد مذكور في القران. فايه عشان ما حدش يحسد وهو مش واخد باله. انا ممكن احسد ذات نفسي. فانا اول ما بشوف حاجه عيني بتقع عليها بتعجبني بقول بسم الله ما شاء الله. وبطلب من كل اخواتي برده يعملوا نفس الكلام. طب يا جماعه بسم الله ما شاء الله. طبعا العربيه من بره تحفه التحفه. تحفتين 3 4 5 من جوه بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا اتفرجوا معايا بقى. الشاشه تكييف. فتحت التكييف. بصوا الشياكه والاناقه. بصوا الحلويات. تشوف وشك فيها دي زي المرايه تشوف وشك فيها. فتحت التكييف. الشاشه تحكم فيها طبعا في كل حاجه. تجيب منها اغاني. توصل الموبايل عليها بلوتوث. وفي زراير زي ما انتم شايفين. باك. بصوا لما بدوس على الباك بيجيب ايه الشاشه الرئيسيه. بدوس منيو اهو. راديو على الصوت. يلتقي اليوم نظيره التونسي وديا في اطار التحضير للمشاركه في ديسمبر. طبعا هوريكم الطاره دلوقتي. شوفوا الطاره بقى. دي الطاره اهي. حاسب ايدك يا زوزو بعد اذنك. حاسب ايدك. الطاره اهي بسم الله ما شاء الله. الطاره شكلها عسول. وهنا دي الزراير بتاعه الاضاءات بتاعه الاضاءه الاماميه بتاعه العربيه. دي الكشافات يعني. بس طبعا بالنهار دلوقتي فمش هتعرفوا تشوفوها. هوريها لكم بالليل ان شاء الله. تمام كده الجزء الامامي بالظبط. احنا لسه هنبدا رحله ال 24 ساعه جوه العربيه. طبعا في حد هيقول لي ايه الزرارين دول. ده زرار الباركنج اللي هو فرامل اليد. ده بتعمله كده عشان تخليها فرامل اليد. طالما النور الاحمر ده شغال يبقى فرامل اليد مرفوعه. في تيست طبعا زي ما انتم شايفين اهو اللي هو الاوتوماتيك. ايه ده انت عملت الحركه دي ازاي يا زوزو؟ عملت الحركه دي ازاي؟ دوست على ايه؟ دوست على انهي زرار؟ انهي ده؟ بصوا يا جدعان الزرار ده انا لسه مكتشف دلوقتي الموضوع ده. عايز هو اللي يكتشفه. بصوا بتعمل ستاره. بتعمل ستاره عشان لو هننام في العربيه يا امنيه. الحقي ده احنا كده هننام. الحقي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه ده العربيه من قدام حاجه والعربيه من ورا حاجه ثالثه خالص. بمعنى العربيه دي فخامتها من ورا يا جماعه. هي العربيه دي اصلا مصممه عشان اللي ورا يبقى ملك زمانه ويبقى في سواق يسوق لك العربيه. يعني انت المفروض انك تجيب سواق للعربيه دي مخصوص تقعد ورا. احنا هنقعد ورا. وانت شويه تقولي لي انت سواق وشويه عمر يقول لي انت سواق. انت في ايه مالكوا في ايه؟ عمر قال لك كده؟ والله بيقول لي انت السواق بتاعي وبتاع. عمر ده السواق بتاعي انا بتاع اي حد تاني. طبعا في هنا مكان للكبات لو معاك مشروب او اي حاجه تحطه هنا. يا رب تشتري لنا مشاريب بقى. الدنيا سهله يا جماعه. العربيه دي مخليها الحياه ممتعه ما شاء الله. في كمان هنا مكان ده مكان الولاعه اهو. بصوا بنحط الولاعه هنا اهي. هتحطي انت صبعك كده. خلي زيني يحط صبعه. هي ساقعه على فكره. ايوه ما هي ساقعه عشان التكييف. فاهمه؟ يلا بينا اوريكم العربيه من ورا. يلا بينا. فان شاء الله هنحاول ان احنا نكمل معاكم السهره الجميله ال 24 ساعه
جوه العربيه المسروقه بتاعت عمر الجميله. شاشتين، شاشه في الباب ده وشاشه في الباب ده، وضع من ورا طبعا الوسع ورا زي ما انتم شايفين. بصوا المساحه قد ايه، بصوا من تحت، وفي تكييف خاص بالناس اللي قاعده ورا بس هنا، وفي الباب كمان يعني مش في فتحات التكييف كمان في الباب من هنا اهي يا جماعه. فتحات التكييف اهي زي ما انتم شايفين، في فتحات من هنا وفي فتحات من الباب الثاني هنوريها لكم دلوقتي اهي برضه. بصوا بقى في حاجه لسه مكتشفها حالا. بصوا كده لما ادوس على الزرار ده اللي بيحصل ده في السقف. بصوا مرايه، في مرايه للناس اللي ورا، مرايه يعني ممكن اشوف شكلي عامل ازاي، اي حد يشوف. طب ليه كلاحه يا كالح؟ مرايه يا جماعه اقدر اتفرج فيها على نفسي، اشوف شكلي، اشوف شعري، اشوف وشي كده. يا ولاد يا ولاد، في زيها الناحيه الثانيه، عشان لو عمو فتح الفيديو واحده زيها الناحيه الثانيه مرايه برضه، بسم الله ما شاء الله، عشان ام معز برضه بتتفرج على نفسها. في بقى شاشات هنا بس مش عارفه تشتغل ازاي بصراحه، بس في شاشات اللي هو ايه واحد ممكن يعني يشغلها يتفرج على فيلم، يعمل اي حاجه. وزي ما وريتكم الستاره اللي بتقفل من ورا من الزرار اللي هو اللي قدام، الكرسي قدام، في هنا ستاير كمان جانبيه. يعني بصوا كده، بصوا كده، ايه ده؟ ايه ده؟ في ستاير كمان ورا عشان لما ننام اليوم وحبينا ننام واحنا لسه بالنهار بالظبط، عشان الشمس ما تضايقناش. نسيت اقول لكم ان في فتحه سقف وجميله جدا 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 وكبيره. بصوا حجمها عامل ازاي فتحه السقف، هنفتحها لكم دلوقتي برده ونوريها لكم ان شاء الله، وان شاء الله هتتبسطوا منها. طبعا فيها دلوقتي بقى يا جماعه احنا المفروض هنروح نشتري الحاجات اللي ناقصانا. احنا عايزين نظبط العربيه، زين خلاص زهق، عايزين نظبط العربيه بحيث ان هي تبقى مريحه اكتر بالنسبه لنا. اقول لهم المفاجاه ولا ما اقولش؟ احنا هنجيب سرير وهنحطه جوه العربيه عشان الاولاد تنام. عايز اقول لك على حاجه بقى يا ام عزوز، الكراسي دي اصلا بتعمل سرير. بتهزر؟ اقسم بالله بترجع لورا لحد الاخر، بتنام الظهر بينام خالص. هوريها لك يعني حتى كمان هنوفر حق السرير بقى ممكن لو مش عايزين نجيب سرير، بس احنا ممكن نجيب سرير برضه احتياطي. هنجربها الاول، طلعت كويسه والسرير بما يرضي الله هنستخدمها. طلعت ان احنا محتاجين سرير نجيب السرير. خلاص قشطه، يلا ماشي يلا بينا. لا 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 استنى يا زين. لا ما تهزرش يا احمد. بصي بقى، بصي ايه ده بيرجع لورا. شفتي حاجه؟ شايفه الجزء ده بقى؟ بصي كده. لا 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 يا احمد بصي كده بقى، سير رسمي. يا احمد سي احمد سي يا احمد سي. عايز انام، قول عايز انام. قول يا احمد قول قول عايز تنام؟ قول عايز تنام؟ قول مش عايز انام؟ ويلا بينا نبدأ في رحلة ال 24 ساعة جوه العربية. طب يا جماعة دلوقتي أم عز نامت وزين نام وعز هو اللي صاحي. زوزو صاحي؟ الدنيا ليلت يا جدعان واحنا راحت علينا نومه للاسف. نمت انا وعز كنا مطبقين وامنيه لسه نايمه. A few moments later. يا جدعان انا كنت بره طنطا، كنت راكن بره طنطا، مشينا على السريع وكده لحد ما وقفنا في حته هاديه فكنا بره طنطا. بعد ما نمنا وصحينا بلف دلوقتي على محلات، لقيت المحلات معظمها قفل. حاول ان احنا نشوف اي حاجه فاتحه نفطر منها بقى. قصدك نتعشى منها؟ نتعشى منها او نفطر منها، يعني مش هنلاقي ايه مطاعم اللي هي الفخمه. ايه رايك نروح كفر الزيات؟ هنعمل ايه في كفر الزيات؟ نتفرج على البحر. ماشي ماشي نبص على البحر بصه كده. ماشي. اهم حاجه انا جعانه هموت من الجوع، بس اكل بس. ناكل الاول بعد كده نروح كفر الزيات. احنا بقالنا ساعتين عمالين نلف وانا خلاص هيغمى عليا من كتر الجوع. رحنا حطينا بنزين عشان البنزين اللي معانا خلص. البنزين اللي احنا حطيناه تقريبا قرب يخلص عشان مش لاقيين محل فاتح لحد دلوقتي. انت بتهزر بجد؟ الفجر قدامه، يعني المفروض الفجر حالا فمفيش مطاعم فاتحه الا مطاعم الفول والطعميه، واحنا مش عايزين ناكل فول وطعميه. هنروح نبص على المحل. يا للاسف شكله قافل. ده مشي اهو بتاع السندوتشات. ايه ده بس هو منور النور بس مش شغال تقريبا. خلاص مقفل كل حاجه اهو. يا للاسف. في بقى بتاع فول وطعميه. ايوه الاكل جه. ايوه الاكل. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. بص كتير قد ايه الريحه تحفه. حلوه، ريحه خطيره. الريحه مش حلوه بس الريحه. تيجي نقعد ورا بقى عشان ناكل. ماشي يلا طب اركب بس نقعد بقى في حته. طيب يا جماعه
احنا بعد ما جبنا الاكل طبعا مش هينفع ان احنا ناكل في اي حته لان الفطيره كبيره زي ما انتوا شفتوا كده، فاحنا هنروح في مكان يبقى فيه اضاءه كده عشان نعرف نوريكم برضو شكل الفطيره عامله ازاي والحاجات الحبشتكنات اللي جنبها. فهنروح في مكان واسع ويكون مضيء كده ناكل. اصلا خلاص فاضل 10 دقايق ولا ربع ساعه والنهار يطلع. ايوه انا عارف، احنا مش يعني على ما نقف هيكون النهار طلع ان شاء الله. لو وصلنا وكان النهار طلع خير وبركه، لو وصلنا وما كانش النهار طلع برضو كان ايه هنوري الناس. بس احنا بنقول لهم دلوقتي عشان يعني ما يفاجئوش ان احنا رحنا مكان تاني من غير ما نعرفهم. تمام؟ لا هو بصراحه الاكل شكله تحفه تحفه، يعني لازم ان هم يشوفوا الشكل. انا ما شفتش والله لسه حاجه. لا انا شفت الحاجه، ما شفتش الفطيره بس شفت الطبق اللي هو فيه البتاع اللي هو بالنوتيلا ده. ما هو ان شاء الله هي الريحه باينه ان هي تحفه التحفه، بس هنشوف الشكل بقى. انت جبتها ايه اصلا؟ انا قلت الراجل صاحب المحل هو اللي كان واقف وطلع عرفنا، وزي ما قلت لك عمل معانا الواجب وزياده. هو قال لي احلى حاجه بشكل لحوم وش ايطالي. ماشي. انا ما اعرفش يعني وش ايطالي ولا انا هو قال لي وش ايطالي. ممكن قصده وش بيتزا اللي هو جبن موتزاريلا وكده. الله اعلم. هنكتشف سوا دلوقتي وهنشوف مع بعضينا. زين بياكل ازاي؟ انت بتعمل بقك كده ليه يا زين؟ خلص البطاطس طبعا. خد يا قلبي كل براحتك يا حبيبي. خد اهي يا عم. عايزة بطاطس. نعم بطاطس. ما انت خدت كل البطاطس يا عز. عايزة. انت باصص في البطاطستين بتوع زين؟ عايزة دي. عايز دي ايه؟ هو دي بطاطس زين. خلصت يا ابني اصلا مفيش واحده. هو جاب البطاطس كلها. انا عارف ان انت مكنزه شويه لينا. وحياة ربنا ما كنست اي حاجه. بطاطس. خلصوا والله. طب استنى في اخر واحده هديك واحده. استنى وقعتها بس انا عملت اللي يرضي ربنا واديته بطاطسايه. طيبه يا معز. وانت اب زي الفل. هو ده اللي كان بطاطس. بصوا خدوده اهي كلها بطاطس. مستعدين عشان تشوفوا الفطيره اللي احنا جبناها؟ لو مستعدين دوسوا لايك وفعلوا زر الجرس واعملوا سبسكرايب. يلا بينا. عايزين ورا عشان ايه؟ مش عارف تاكلي؟ هو هيرضى يقعد ورا؟ حتى لو مرضيه غصب عنه. الفطيره تحفه شكلها خطير. بص الايطالي دي قصده ان هو حط موتزاريلا. هو شفت عامل وشها زي البيتزا وحاطط بيبروني. بصوا يا جدعان هريسه ايه؟ هريسه ايه؟ بيقول الكيسه. كيسه ايه؟ طبعا الكاتشب اهو 4 اكياس كاتشب او 5. طب انا عايزه ادوق. يلا بينا. استنى يا زوزو. عزيزة ماما. بصوا يا جماعه شكلها من قريب تحفه. يلا يا زوزو ده نصيبك. كل دي الحته بتاعتك. مش حلوه؟ المشكله ان هو ما اكتشفش غير بعد ما بيدوق. ده ما باين من شكلها. بيقول لي ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا احط لك كاتشب. أنا حاضر يا زوزو ثانيه واحده. فين الكاتشب يا حبيبي؟ حطيته فين؟ 5 علينا منكم. نفتح السقف. نفتح السقف بس عشان ينور لنا. واو. استنى عشان ندوق مع بعض. ماشي؟ ايوه شايف. انا بتاعتي خدت فيها حته بيبروني. ماشي يلا. ليه؟ لان انا انانيه. تاخد واحده؟ عادي عادي. ماشي. انت كذاب. استنى احط كاتشب انا كمان. استنى يا احمد. ماشي انا مستني اهو. ماشي استنى انا هقفلها كده عشان ما تبهدلنيش. يلا 1 2 3. الله. عايزة آكل. تدوق؟ عايزة آكل. افتح بقه. ماما. حلوة؟ 10 جميلة. 10 بجد. مش كلها. حابب اقول لكم ان المسلسل ده تحفة. طلع تحفة التحفة. الفطيرة اصلا مقرمشة كده وهشة. انصح اي حد هيجيب فطير يجيب من عند مشلتت. عنوانه فين يا احمد؟ طنطا شارع النادي عندنا في الجامعة. بصوا عايز زينة انبهر بيها. زينة هنا؟ البيبروني اللي عجبتك. لا هو مش عايز اصلا البيبروني. ليه كده؟ مع تحفة التحطيط. هديني يا ماما. هدي هنا. عايز انهي حتة؟ هنا. دي؟ دي؟ اه. ها
انت بتختار حتت غريبه يا عز. هو تقريبا عايز ياكل الحته المقرمشه اللي هي دي، اللي هي اللي على الحرف. بس طب زونا ملوش نفس طيب؟ ها؟ مالك يا زين؟ خد يا زين، اديله حته، اديله حته. استنى دي الحته اللي هي ما فيهاش حاجات. الحاجات دي كلها بتبقى معظمها يعني لحوم مصنعه يا ماما، فما بتبقاش كويسه للاطفال. يا ماما. ايوه يا باشا خلاص حاضر هجيلك اهو. انزل له عادي. تعالى يا باشا. العيال منبهرين، عايز اتجنن بيها على فكره. عايز اصلا ما بيحبش الحاجات دي يعني، مش من عايزة اكل اهو. واو جميلة جميله. خد يا زينه يلا. بجد بجد تسلم ايد اللي عملها، تحفه. هنخلص اكل ونوريكم بقى بعد كده الرول النوتيلا ده. يلا يا زوزو. A few moments later. الحمد لله يا جدعان، جبت علبة مناديل 5 جنيه. اتفضل. منديلين. شكرا. انا اصلا مسحت بهدوء زين من ساعتها ما كنتش قادره استنى. طبعا احنا مجربين خالص، يعني عرقانين ومتبهدلين. بلاش توضيح اكتر، بلاش توضيح لو سمحت. حاسس ان انا نفسي استحمى، نفسي استحمى بجد، بس مش عايز اوقف التحدي. يعني مكملين انا لحد. عندي فكره، لو الفيديو ده جاب 100,000 لايك هنعمل نفس التحدي ده بس في عربيه كبيره مجهزه وفيها حمام وفيها مطبخ. ده ايه العربيه اللي فيها حمام دي؟ اللي بتبقى اسمها ايه؟ كرفان. كرفان. صافي دي 100,000 لايك وهنجيب لكم كرفان ان شاء الله ونقضي فيه 24 ساعه. يا جماعه دي اول مره انزل من ساعه ما ركبت العربيه، حاسه ان انا رجليا مقوسه كده. هندخل دلوقتي التواليت عشان نغسل ايدينا وبقنا، عشان برضو المناديل حاسه ان هي ملزقه قوي. وبعد كده هندخل نشتري حلويات بقى، ايه اللي هي المرطبات، عشان نشوف الفيلم اللي احنا هنتفرج عليه. يلا بينا. زوزو بالهداوه وبالعقل يا زوزو. ها امسكوا يا احمد، امسكوا عشان ده لو اتساب مش هيحصل كويس. اكيد المخلفين بيتفرجوا على الفيديو عارفين المعاناه اللي انا بعانيها دلوقتي دي مع ابني. اي حاجه بيشبط فيها وكل حاجه. ماشي بحبها. انت عارف بقى بحب ايه؟ اي مشروب على ذوق بس ما يكونش مقاطعه بقى. بص للفضة ما يكونش مقاطعه. ريد صيني. ايه ده ازاي ده بس بقى؟ طب ده مقاطعه ولا مش مقاطعه؟ غريب بس اكيد جدا. غالي جدا. اكيد غالي جدا جدا جدا. ممكن سنتوب بقى. سنتوب يس. سعودي ها؟ جاي من السعودية. بص ابنك العربيات مجنناه. دي ولا دي ولا دي؟ لا قبل ما نفتح انهي واحده؟ دي انت عاوز هاتها يعني. عايز جاب لنفسه ايه؟ ايس كريم. بس احنا هناكل معاه منه بقى. ماشي مش عارف خلاص كله اصلا. هات يلا عشان ندي عمو. عايز ايس كريم. تعالى تعالى بس. حاضر تعالى نقعد بره. عز ده كلب ايس كريم. خلاص يا عز. ساعة. عايزة هتدي حتة لماما؟ والله العظيم الولد ده كريم كرم، المفروض كنا نسميه كريم يا عز. ساعة قوي. ممكن يكون هو بيقول لي كده قدام الكاميرا بس يكون عارف هو بيتصور ولا حاجة، لكن في حتة الا لماما. بص على وشه بقى وهو بياكل.
والله العظيم الولد ده كريم كرم. تتنطط كده ده يا ولد. بيقول لي شاطر يا ماما. اتفرجوا على المعاناه واللحوسه. يا زوزو مبسوط؟ اتفرجوا يا جدعان على المعاناه. بصوا اللحوسه. عايز ايه؟ عايز تروح فين؟ عايز تروح ايه؟ بيركب العربيات عشان الناموسه. الناموسه عمال يقرصه يا جماعه من رجله. الناموسه بتقرصك؟ ها؟ عايز تروح فين؟ حاضر يلا تعالى عشان نغسل ايده وبقه. انت لحوست نفسك خالص يا زوزو. يلا تعال تعال خد اهو. يلا ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ ايوه ميه. ده ارسل جامد ارسل جامد. ايوه صوت الميه. بس ده ميه باب باد. انت عمو خلاص؟ شد. يلا امسح بقه. شاطر يا زوزو برافو. زوزو وريني غسلت ايدك؟ وريني. واو وريني بقك كده. بقك ملحوس شويه على فكره. ما غسلتش بذمه. انت اللي ما غسلتش بذمه. يا جماعه الساعه دلوقتي تقريبا 7. احنا وصلنا المكان. عايز اوريكم فيو لما تشوفوه هتنبهروا. انا مش قادره استحمل. عايزه اقلب الكاميرا واوريهم عشان ازورها لهم من تحت ينبهروا زي ما انا من فوق. ايوه عايز ايه تنزل؟ حاضر افتحي اللوك. طبعا احنا كنا متفقين ان احنا مش هننزل من العربيه، بس الفيو ده لازم ننزله من العربيه، لازم يتصور من بره، لازم. اتفرجوا بسم الله. جاهزين؟ جاهزين الفيو؟ سبحان الله. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الفيو؟ تحفه التحفه. سبحان الله. مصر جميله يا جدعان اقسم بالله. مصر تحفه. بس ايه رايكم بجد بجد بجد؟ بيكلم عز بيقول لي تعالى عشان عز بقى هناك. عز مش عارف ينزل على الجبل. بصوا خايف ينزل. يلا يا زوزو تعالى. وبس كده يا جماعه. نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. طبعا احنا قررنا ان احنا ننهي لكم الفيديو في المنظر الرائع دوت. وقبل ما نقفل الفيديو بفكركم تاني لايك سبسكرايب عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ولو عايزيننا نعمل لكم اي فيديو ايا كان هو نوعه اكتبوا لنا في الكومنتات وقولوا لي افكار. مش في مقالب خالص. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. احنا تعبنا خلاص بقى مش قادر. هنروح نستحمى ونغير وننام. ما تقلقوش. يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب ما تنسوش. نشوفكم فيديوهات تانية كتير. لا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تفضلوا من قلبي قريب.